تعرض كريستيانو رونالدو لهجوم عنيف من تصريحات رئيس نادي النصر السعودي بعد ما تصدرت تصريحات مسلي رئيس نادي النصر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تصريحاته كلها بخصوص كريستيانو رونالدو. يا ترى ايه هي القصة؟ بعد خروج فريق النصر السعودي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وابتعاد الفريق عن التتويج في مسابقة الدوري السعودي في الفترة الأخيرة، ده غير إنه سقط كمان في أكتر من مناسبة في الجولات اللي فاتت، بدأت بعض الصحف الأسبانية إنها تنشر تصريحات عن لسان رئيس نادي النصر، ونشرت عن لسان رئيس نادي النصر السعودي مسلي تصريحات كتير عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال: في حياتي انخدعت مرتين فقط، في المرة الأولى لما طلبت 3 كبابات وأحضروا لي 2 فقط، وفي المرة الثانية حين تعاقدت مع كريستيانو رونالدو. لكن كل الكلام ده حقيقة أو لا؟ في الحقيقة كل الكلام اللي نشرته الصحف عن لسان رئيس نادي النصر السعودي مسلي هي كلها أخبار كاذبة وملهاش أي أساس من الصحة. وقال المهيدب في تصريح لوكالة الأنباء الأسبانية إن لا صحة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإسبانية، وأكد إن رئيس نادي النصر ما عملش أي حوارات صحفية في الفترة الأخيرة دي، ده غير إن كمان كريستيانو رونالدو سعيد جدا بوجوده في نادي النصر السعودي، والنادي يفتخر بانضمامه وتمثيله للكرة السعودية. وبعدها حذفت الصحيفة الأسبانية التغريدة اللي كتبت فيها تصريحات رئيس نادي النصر مسلي عن كريستيانو رونالدو، واللي كانت كلها عبارة عن تصريحات كاذبة. واستغرب المتحدث الإعلامي للنصر من التصريحات دي، وقال الصحافة صنعت نكتة واعتبرتها حقيقة. وفريق نادي النصر بيعيش حاليا أوقات مش سعيدة بعد ما ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من الدوري النصف النهائي، ودخل كريستيانو رونالدو في 11 مواجهة رسمية مع النصر السعودي واتمكن من تسجيل 11 هدف. وكان أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وتعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو حتى 2025، وكانت صفقة بأكثر من 200 مليون يورو.